هقول لك على 5 نصائح لو انت لسه مبتدئ على اليوتيوب او هتبدأ على اليوتيوب عشان تنجح وتحصل على ال1000 مشترك وال4000 ساعة عشان تدخل في تحقيق الربح وتخلي مشاهدي قناتك يحب القناة بتاعتك ويفضل يتابعك. هقول لك على ال5 نصائح دول، لو طبقتهم صدقني صدقني والله العظيم قناتك هتنجح مع الوقت. تمام؟ فاللي انا هقول لك عليه ده ركز فيه وكمل معايا الفيديو للنهاية. اول نصيحة: انشئ محتوى عالي الجودة. خلي جودة الفيديو بتاعك على الاقل 1080. بعد كده دور على محتوى الناس بتدور عليه وبيثير اهتمام الناس. يعني بلاش تعمل لي محتوى محدش بيدور عليه زي الرسم، زي محتويات كتير جدا محدش بيدور عليها، عشان ما تتعبش نفسك وتلاقي نفسك انت في مكانك ومفيش اي تغييرات مفيش اي نجاح. فدور على المحتوى اللي الناس بتدور عليه، سواء بقى شروحات زي قناتي كده شروحات يوتيوب، سواء شروحات تقنية، سواء طبخ، سواء ألعاب، سواء قناة جيمنج اللي هي قناة الألعاب، سواء أفلام قصيرة، سواء قنوات إخبارية، الكلام ده كله، سواء قناة بتتكلم عن المطوشة والكلام ده كله، بس تطلع بنفسك عشان ما تاخدش انذارات وتحط فيديوهات مش بتاعتك عشان ما تاخدش انذارات وقناتك تتقفل. يعني اطلع اتكلم بنفسك. تمام؟ فدور على محتوى الناس كلها بتدور عليه، بلاش محتوى يكون محدش بيدور عليه وانت تروح تعمله وتتعب. دور على المحتوى، ادخل اعمل بحث على اليوتيوب وشوف المحتوى المناسب ليك اللي انت تقدر تقدمه ويكون الناس كلها بتدور عليه، زي ما قلنا كده: جيمنج، طبخ، اخبار، شروحات، الكلام ده كله. تمام؟ فانت ركز في انك تشوف محتوى الناس بتدور عليه. تاني نصيحة: انشر فيديوهاتك بانتظام. يعني كل يوم هعمل فيديو، يبقى كل يوم هعمل فيديو واحدده في ساعة معينة. سواء بقى هعمل كل يوم فيديو هرفعه الساعة 5 المغرب، هعمل كل يوم فيديو هرفعه الساعة 7 المغرب. حدد الوقت ده وانشر بانتظام. يوميا هرفع فيديو الساعة 7، تخلي الجمهور بتاعك ينتظرك. تمام؟ طيب أنا مش قادر أعمل كل يوم فيديو، يبقى على الأقل هتعمل 3 فيديوهات في الأسبوع، مثلا سبت، اتنين، خميس، وبرضه هتحددهم في ساعة محددة. يعني مثلا هعمل سبت، اتنين، خميس، تمام؟ يبقى هرفعه مثلا الساعة 4 العصر، الساعة 5 المغرب، الساعة 8 بعد العشاء. فاهم؟ يعني حدد اليوم وحدد الساعة عشان تلاقي جمهورك منتظرك. تمام؟ وعلى فكرة لما ترفع كل يوم فيديو فرصتك في زيادة المشتركين والمشاهدات بتزيد. يعني لما ترفع كل يوم فيديو كده هتلاقي مشتركين بتزيد عندك جدا، هتلاقي مشاهدات بتيجي عندك جدا، هتلاقي فرصتك في نجاح قناتك بتجري بسرعة. يعني ايه؟ يعني كل ما ترفع فيديو كل يوم وفي نفس الوقت هتلاقي المشتركين بتزيد عندك وفرصتك في المشاهدات، هتلاقي قناتك بتنجح معاك بسرعة، قناتك بتنجح معاك بسرعة. وزي ما قلت لك كده، طيب انت مش قادر ترفع بقى كل يوم فيديو ولا قادر تعمل 3 فيديوهات في الاسبوع، يبقى على الاقل اعمل فيديوهين في الاسبوع، اتنين وخميس، وبرضه بساعة محددة. مش قادر يبقى هتعمل فيديو واحد كل اسبوع. الفيديو اللي انت هترفعه كل اسبوع ده حط فيديو واحد مثلا، وليكن هنخلي الفيديو اللي انا هرفعه كل اسبوع هرفعه كل جمعه، هرفعه كل خميس، هرفعه كل خميس فيديو الساعه 8 بالليل. يعني كل خميس هرفع فيديو الساعه 8 بالليل. تمام؟ عشان الجمهور بتاعك يقدر يستناك. النصيحه الثالثه: روج على قناتك في وسائل التواصل الاجتماعي. ما تستناش حد يدور على القناه بتاعتك، لا انت روج عنها. اروج عنها ازاي؟ يعني ترفع الفيديو على قناتك، بعد ما ترفع الفيديو على قناتك تاخد الرابط وتبدا تحول الرابط، تخلي الرابط الفيديو اللي انت عملته ده تحوله عشان يقدر يشتغل على الفيسبوك والناس تقدر تدخل تعمل لك اشتراك ولايكات وتعليقات والكلام ده كله. طبعا المواقع دي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات سابقه. تمام؟ يعني هتجيب الرابط وتحول الرابط، بعد كده تاخد الرابط بتاعك ده تبدا تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، تحطه في جروبات الفيسبوك، تبدا تنشره على الفيسبوك. سواء بقى قناتك طبخ يبقى هتدوري على جروبات الطبخ، سواء قناتك العاب هتدور على قناه الالعاب، سواء قناتك بتتكلم على اليوتيوب والشروحات يبقى هتدور على الجروبات اللي هي بتتكلم عن شروحات اليوتيوب والكلام ده كله. طيب قناتك افلام يبقى هتحط الرابط بتاع الفيديو بتاعك في جروبات اللي هي بتتكلم عن الافلام او فيها افلام قصيره. يعني استهدف جمهورك. خد الرابط ده مثلا اللي انا خدته ده رابط فيديو بتاع لعبه، احطه في جروبات الالعاب عشان استهدف الناس اللي هي بتحب الالعاب وتبدا تدخل على الرابط بتاعه وتبدا تعمل لي سبسكرايب او تشترك في
قناتي. تمام. بعد كده الرابط اللي معايا ده هبدا بقى انشره زي ما قلنا كده على الفيسبوك، بعد كده هبدا ننشره على تويتر، بعد كده واتساب، بعد كده انستجرام، بعد كده تنشره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني تخلي الفيديو بتاعك يلف كده في وسائل التواصل الاجتماعي. النصيحة رقم 4: اتفاعل مع جمهورك. اتفاعل ازاي مع جمهوري؟ يعني حد كتب لي تعليق بيسألني على حاجة، هبدا ارد عليه بالتعليق واجاوبه. حد بيشكرني على حاجه في التعليقات، هبدا ارد عليه واجاوبه برضه او اشكره برضه زي ما هو بيشكرني. حد سالني في اي موضوع او هو عايزني انا اساعده كصاحب الفيديو ده، هو شاف فيه حل في الفيديو ده وهو جه يحله ما عرفش يحله، فبعت لي تعليق وبيقول لي معلش انا مش عارف احل الموقف ده او احل الموضوع ده او احل الطريقه ديت. تمام، ممكن حضرتك تساعدني فيها؟ فاقول له تحت امرك اساعدك، واديله اي وسائل تواصل يتواصل معاك وتواصلوا مع بعض خاص، وابدا حل له المشكله. خلي الجمهور يحبك، خلي الجمهور يحبك، خلي في علاقه بينك وبين جمهورك، خلي المجتمع اللي على اليوتيوب تمام او المشاهدين اللي على اليوتيوب يحبوك قناتك ويحبوك انت شخصيا، لانك انت بتهتم بيهم. اي حد بيبعت تعليق انت بترد عليه وبتجاوبه وبتساعده. ما عرفش يحل انت بتاخده بتكلمه خاص وتقف معاه لحد ما يحل المشكله بتاعته او انت تحل له المشكله بتاعته. تمام، صدقني هو هيحبك وهتلاقيه دايما معاك وهيشجعك، هيبدا يجيب لك كمان اصحابه. لو عنده قنوات هيقول لهم اشتركوا مع القناه ديت، عشان القناه ديت فعلا محترمه وبتساعد الناس وبتقف جنبيها وما بتزعلش حد خالص. تمام، فانت ركز واعمل تفاعل مع جمهورك بالرد على التعليقات وتحاول تساعدهم في المواضيع اللي هم مش قادرين يحلوها. النصيحة بقى رقم 5، وهي انك قبل ما تنشئ قناة على اليوتيوب دور على اسم فريد من نوعه، دور على اسم محدش خده قبل كده، عشان لما تجيب اسم فريد من نوعه وتبدأ تحطه في القناة بتاعتك واي حد يدخل يعمل بحث على اسم قناتك يظهر له في اول نتائج البحث. تمام، انما ما تجيبليش اسم متشابه وتحطه هيجي يدور عليك مش هيلاقي اسمك، وهتقعد تدور ممكن ما تلاقيش اسمك خالص في محركات البحث، وممكن تلاقيه تحت خالص بقى لما تقعد تدور يجي نص ساعه و10 دقائق و5 دقائق والكلام ده عشان تلاقيه تحت. فانصحك دور على اسم فريد من نوعه. تمام، وما كنش حد خده. اول ما تلاقي الاسم ده حطه في قناتك، بعد كده ابدا انشئ غلاف للقناه بتاعتك، بعد كده صوره شخصيه لقناتك. عايز تحط علامه تجاريه او علامه مائيه على الفيديوهات بتاعتك اللي هي شغاله على اليوتيوب، زي صوره كده ليك مثلا في الجنب، فمفيش مشكله، مش حابب برضه براحتك. بعد كده ابدا حط وصف لقناتك عشان اليوتيوب يعرف قناتك بتتكلم عن ايه، وفي نفس الوقت المشاهد لما يدخل على قناتك يعرف قناتك بتتكلم عن ايه. تمام، بعد كده هتبدأ تحط أهم الكلمات الرئيسية أو الكلمات المفتاحية للقناة بتاعتك عشان تفهم خوارزميات اليوتيوب إن قناتك بتتكلم عن إيه ويبدأ يقترحها في المكان الصح. بعد كده تحط رقم هاتف لإثبات ملكية رقم الهاتف، عشان بعد كده تقدر تحط فيديو أطول من 15 دقيقة وتبدأ تعمل صورة مصغرة تقدر تعمل بث مباشر. بعد كده تبدأ تظبط بقى القناة بتاعتك بالشكل ده، والفيديوهات دي كلها احنا شارحينها في القناة. بعد كده تبدأ بقى تنشئ فيديو ذات جودة عالية زي ما قلنا كده 1080 على الأقل. ولما ترفعه بقى على قناتك تبدأ تنقي عنوان مهم جدا، أو عنوان يجذب المشاهد، أو عنوان يخلي المشاهد إنه يشوف العنوان بتاعك ينجذب ليه. تمام، ويكون فيه أهم الكلمات الرئيسية مثلا. تمام، ويبص على العنوان بتاعك كده ينجذب ليه فيبدأ ينقر على الفيديو. تمام، بعد كده تبدأ تعمل صورة مصورة تكون بسيطة يكون فيها 3 4 5 6 كلمات بالكتير قوي، وتظبطها كده وتخليها تجذب المشاهد، لأن الصورة المصورة عامل أساسي على الفيديو. هي الفيديو، الصورة المصورة هي الفيديو. يعني اللي بيشوف الصورة المصورة بتاعتك ولو جذبته وشدت انتباهه يبدأ ينقر على الفيديو، لأن الصورة المصورة بالنسبة لي 95%، لأن الصورة المصورة بالفعل هي أول حاجة المشاهد عينه بتيجي عليها، هي الصورة المصورة. لو كانت الصورة المصورة كويسة وبتجذب وبتشد انتباه المشاهد صدقني هينقر على الفيديو بتاعك. بعد كده ابدأ اعمل وصف للفيديو بتاعك وحط فيه أهم الكلمات الرئيسية عشان الفيديو بتاعك يتصدر نتائج البحث. يعني اعمل الفيديو حط فيه وصف الفيديو، اوصف الفيديو بطريقة كويسة، ابدأ حط فيه أهم الكلمات الرئيسية عشان لما حد يجي يبحث فيه محرك البحث يبدأ الفيديو بتاعك يظهر
يظهر ليه؟ عشان انت كاتب اهم الكلمات الرئيسية في الوصف، فيبدأ يظهر في محركات البحث. ممكن بقى في المحرك الاول الثاني الثالث على حسب الترتيب، فركز في الجزئيه دي. بعد كده ابدا حط اهم الكلمات المفتاحيه في الفيديو بتاعك عشان الفيديو بتاعك تصدر نتائج البحث، سواء الاولى او الثانيه او الثالثه على حسب الترتيب. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم، وقلت لك على الخمس نصائح لو انت مبتدئ على اليوتيوب وعايز تنجح وعايز مشاهدات ومشتركين وتدخل تفعل ربح، وبعد كده تبدا تربح ويزيد المشتركين وتزيد المشاهدات وتزيد الارباح معاك. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك بقى الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.